بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. قضيتنا اليوم مكانة المرأة في الإسلام. مكانة المرأة في الإسلام مقارنة بمكانة المرأة في إريتريا. بمعنى، ما هو دور المرأة أو ما مكانة المرأة في الإسلام، وما الحقوق التي أعطاها الإسلام، وكيف كان وضعها في الجاهلية. اليوم أيضا كيف هي المرأة في إريتريا، المرأة من حيث العموم، والمرأة المسلمة من حيث الخصوص. مناقشة هذا الموضوع سببه هو الاحتفالات الماضية التي مضت في إريتريا في الداخل والخارج عن يوم المرأة. عن يوم المرأة. هل هذا المصطلح موجود في ديننا، أننا نحتفل بعيد يوم المرأة؟ ولماذا هذا اليوم؟ وما المقصود منه؟ ونسمع أن هناك أمور نسوية، بما يسمونه المنظمات النسوية، التي تسعى من أجل تحقيق العدالة والمساواة والحصول على حقوق المرأة. هل هذا موجود في إريتريا؟ المرأة الإريترية المسلمة الآن في هذا العصر كيف وضعها؟ لا نتحدث عن أمهاتنا وجداتنا وما قدمنه في النضال والكفاح الإريتري، إنما نتحدث اليوم أين دور المرأة المسلمة في إريتريا؟ ماذا قدمت وماذا تفعل وأين هي؟ وهل هي مظلومة كما يقولون، أم هي مصونة محفوظة؟ أين هي حاليا؟ ما دور النظام الإريتري الآن في توعية المرأة وتوجيهها وتعليمها؟ ماذا قدم هذا النظام في إعطائها حقها الشرعي وحقها القانوني وفقا للديانات السماوية؟ هل النظام قام بواجبه تجاه المرأة من حيث مصلحتها الدينية أو مصلحتها الدنيوية، أو قدم لها ما يحقق مصالحه؟ كل هذه الأسئلة والحوارات نضعها على فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، فأهلا وسهلا به. أهلا وسهلا، حياكم الله يا شيخ حسن. موضوع مهم جدا. المرأة هي نصف المجتمع، فإذا صلح صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. أول من آمنت من البشرية هي المرأة. خديجة رضي الله عنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر من ودعت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من البشرية هي عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهي أيضا تمثل المرأة. إذن المرأة لها مكانة عظيمة في الإسلام. أول من قتلت في سبيل الله سمية، وأول من قتلت في سبيل الله من المجاهدين أيضا سمية. هذا مدخل خفيف، وسأترك لك المجال حتى تحدثنا عن هذا بعمق. ولكن تحتفل بلادنا في الأيام الماضية بيوم المرأة في داخل وخارج إريتريا، باعتباره يوم يجب أن نعطي فيه المرأة حقها. كيف ترون ذلك شيخنا الفاضل كمدخل لهذه الحلقة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا الحكومات بشكل عام ومنها النظام الإريتري
أحيانا تنشغل كثيرا بالشكليات بالاحتفالات أكثر من انشغالها بالمضامين، وهذه واحدة من الإشكالات الكبيرة. يعني تجد الاهتمام بالرقص، الاهتمام بالغناء، الاهتمام بالحفلات كذا، بما يشعرك بأنه والله لما تنظر إلى الناس وهم يرقصون وهم يتمايلون وهم يصفقون وهم يغنون وكأنما المجتمع في حالة من الفرح وحالة من الزهو، بينما يغطي كل ذلك كثير من العورات للأسف الشديد التي ربما تكون داخل هذا المجتمع. ومنها مثلا عندما نتكلم اليوم عن المرأة وإعطاء هذه المرأة حقها والوقوف بجانبها، ستلاحظ أول فكرة اليوم العالمي أو فكرة يوم وتحديد يوم للمرأة ليكون هذا هو اليوم الذي يتم فيه إثارة موضوع المرأة، هو ثقافة غربية وليست له علاقة عموما بالثقافة المشرقية وتحديدا الإسلام. يعني الإسلام لا ينظر إلى الأمور بهذا النوع من التوقيتات، لا يوم للأم ولا يوم للأب ولا يوم للمرأة ولا يوم للطفل، لأن الاهتمام بهذه المنظومة هو اهتمام يومي واهتمام لحظي، لحظة بلحظة وساعة بساعة ويوم بيوم، إلى أن يلقى الإنسان ربه في هذه المسيرة الواسعة وفق أحكام الله تبارك وتعالى. وبالتالي الغرب طبعا لأنه أفرق هذه المضامين، أفرق المضامين بتاعت مضامين الأسرة، المضامين الأخلاقية، حرص أن يعطي الطابع القانوني والطابع التشريعي لهذه الأمور، وحاول يدخل طبعا موضوع الاحتفالات. فتجد الابن مثلا مقطوع عن والدته، وتجد كذلك البنت مقطوعة عن والدتها، فحددوا له يوم مثلا يسموه يوم الأم، ليأتي ويحمل وردة ويحاول أن يهدي هذه الوردة لأمه ويغيب عنها بعد ذلك. كذلك مثلا الغرب كان يعاني معاناة كبيرة جدا في موضوع النظر إلى المرأة ووضعية المرأة إلى وقت قريب. يعني لما نتكلم عن الغرب مثلا إلى وقت قريب، اليوم أكبر ديمقراطية في العالم إذا اعتبرناها هي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قبل 45-50 سنة كان هنالك إشكالات كبيرة جدا في موضوع المرأة ووضعيتها ومكانتها، وهل والله يحق لها التصويت أو لا يحق لها التصويت. كان هنالك جدل كبير جدا، وطبعا يمتد هذا الجدل داخل المنظومة الغربية بعمقه إلى أن نصل إلى اليونان والرومان الذين كانوا يختلفون كثيرا في هل هي أصلا من عالم الإنس أم هي من عالم الشياطين والجن يعني. وبالتالي هم عانوا معاناة كبيرة جدا في وضعية المرأة، وبالتالي أرادوا الآن أن يعملوا على نوع من التعويض في أنه والله هذه المرأة يجب أن نظهر مكانتها، يجب أن نساويها بالرجل وهكذا. هذه أدخلتهم في منظومة من التشريعات بحجة طبعا أنه والله أنه المرأة كانت مظلومة وكانت مضطهدة وكانت كذا. ذهبوا مباشرة إلى فكرة المساواة بين المرأة والرجل، وأيضا فكرة التصارع التشريعي بين المرأة والرجل، لأن المنظومة الغربية كلها قائمة على الصراع، يعني لا تقوم على فكرة التعاون والتكامل اللي هو تقوم عليه الفكرة الإسلامية. الفكرة الإسلامية لا تقوم على الصراع، لا بين الرجل والمرأة ولا بين الزوج والزوجة ولا بين الأغنياء والفقراء ولا بين البعيد لا، الفكرة هي فكرة تعاون وتكامل، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذه الفكرة التصارعية بطبيعة الحال هنالك يعني نمط من الأنماط تشعر فيه المرأة بأن والله هذه المظالم كلها تقع عليها من الرجل، وبالتالي يجب أن تعيش معه حالة من الصراع المستمر لإثبات حقوقها. فالحقوق هنا تنتزع، بالنسبة لنا ما في حقوق تنتزع، يعني بالنسبة لنا الحقوق لا تنتزع، لأن نظامنا الإسلامي قائم على أن الحقوق يضعها الله وليس البشر. يا سلام. أي يعني موضوع حق المرأة موضوع من الله، حق الرجل موضوع من الله، حق الطفل موضوع من الله، فمنظومة الحقوق مكفولة، وبالتالي لا نعاني من إشكالات تشريعية يكون فيه الصراع داخل مؤسسات الدولة من أجل إثبات حق معين أو إبطال حق معين. هذه المسألة طبعا مهمة جدا في إطار التفريق حتى تكون الصورة واضحة. طبعا هنا ده بشكل عام، لكن لو جينا إلى الحالة الإريترية، طبعا الحالة الإريترية تحاول في بعض القضايا تتماهى مع المنظومة الدولية في إنه إذا في يوم للمرأة تحتفل به، إذا في يوم للطفل تحتفل به، في الشكليات هذه. لكن عمليا هل والله هذه المرأة فعلا حتى وفق المنظور الغربي أنت والله مدية حقوقها كاملة؟ يعني هل هذه المرأة تتمتع بحقوق حقيقية، ولا أنت والله هذه المرأة بتقوم بعملية استغلال هذه المرأة أكثر من خدمة هذه المرأة؟ لما ننظر اليوم مثلا إلى
المرأة التي والله سجن زوجها أو تم اختطاف زوجها أو تم اعتقال زوجها وتحملت هذه المرأة أعباء الأطفال وأعباء الأسرة، هل أنت والله كنظام بتنظر إلى يوم المرأة هذا إلى هذه الزاوية أم أنك لا تنظر إليه؟ سنت. الجزئية الثانية، هل في عملية التعليم واكتمال التعليم ومتابعة التعليم بتراعي هذه المرأة أن تكون محمية وأن تكون مصونة وأن تكون كذا، وفي التعليم أيضا نقدم لها ما يصلحها وما يفيدها، ولا أنت والله بتتعامل معها كما تتعامل مع الرجل؟ هل أنت والله تخرجها مثلا في الصف 11 إلى ساوة إذا أرادت أن تكمل، أو تضطرها بسياساتك لأنه والله إيه هذه المرأة يجب أن تتزوج قبل أن تدخل ساوة ليقال أنها إيه متزوجة وخلاص تعفي نفسها من الخدمة إيه خدمة الإلزامية. هذه أيضا جزئية من هذه المرأة التي أنت ضيقت عليها الحياة في زوجها وفي أولادها بحيث الله يكونون قريبين منها، وخرج أطفالها وأولادها إلى الخارج، فتسمع عن واحد من أولادها غرق في البحر، وواحد من أولادها محبوس في دولة من الدول، واحد ثالث المهم نجا بأعجوبة ووصل إلى الأطراف الغربية. هذه المرأة هل والله أنت في سياساتك بتستصحب وضعها النفسي، وضعها الاجتماعي، وضعها الاقتصادي، ولا بس هي عبارة عن شعار أنت بترفع إنه والله يوم المرأة وتحاول أن تمرر من خلالها كل هذا الزخم؟ يعني لاحظ كل هذا التدمير النفسي والتدمير. هذه أيضا عندما أنت والله ترفع الغطاء الشرعي عن المرأة. المرأة لها غطاء في الدين الإسلامي، وكذلك حتى في الديانة لها غطاء ديني ولها غطاء اجتماعي. عندما أنت تتبنى فكرة المساواة بين الجنسين وتحاول والله تدخلهم إلى ساوة، ثم يحصل هنالك ما يحصل، فلا تجد هذه المرأة الغطاء الذي يجب عليها. يعني المرأة مثلا عند الزواج عندها غطاء وعندها حماية وعندها صيانة وعندها أشياء طويلة جدا. فعندما أنت تخرجها من هذه الدائرة وتقع هذه الفتاة مثلا في إشكال من الإشكالات، تتعرض للاغتصاب وتتعرض للتحريش وتتعرض أحيانا حتى من المسؤولين، وياما حكيت قضايا سيئة جدا في هذه المعسكرات، أن يكون مثلا القيادات العسكرية والمسؤولين في داخل هذه المعسكرات يقومون باستغلال نفوذهم في أشياء كثيرة جدا. هذه كلها ونحن نتكلم حقيقة عن موضوع المرأة، لا بد أن تكون الصورة واضحة في أنه كثير من الاحتفالات تغطي كما قلت لك سوءات هائلة وعورات هائلة جدا لهذه الأنظمة يعني. طيب، حقيقة أنت نكأت أجراح كثيرة. يعني أنا كنت أريد مقدمة فقط عن يوم المرأة وما الذي تقصد به الدولة، لكنك تحدثت عن يوم المرأة بشكل عالمي ثم دخلت في هذه الأمور. طيب، قبل أن ندخل في إيجاد حل لهذه المشاكل التي ذكرتها فيما يتعلق بأنه النظام يحتفل بيوم المرأة، يرقص ويغني، لكن في المقابل إذا بحثنا نجد أن المرأة يعني كما تفضلتم يعني مهضوم حقها حقيقيا. يعني حتى قبل أن نناقش لماذا هذه المشاكل ونأخذها واحدة واحدة، نريد أولا مقدمة عامة يعني حتى نعرف ما الذي قدمه الإسلام للمرأة. هل أكرمها أم أهانها عياذا بالله؟ يعني المسلم والمسلمة يعرفان أن الإسلام كرم المرأة، ولكن مذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نبذة قصيرة، كما الآن أعطيتنا نبذة قصيرة في هذا المجال، أعطينا نبذة قصيرة عن مكانة المرأة في الإسلام. طيب، الله يجزيك الخير. هو الموضوع طويل جدا حقيقة، وربما لا تسعنا لا لكن خلينا نقول نتناول مكانة المرأة أو فلسفة التعامل الإسلامي للمرأة من خلال 3 عناوين. أيوة. العنوان الأول عنوان التكريم. وقد كرم الله تبارك وتعالى الجنسين، ولقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم ينال المرأة وينال إيه؟ الرجل. فإذا هي مكرمة، وهذا التكريم منبعه الأساس في أنه والله من البداية الله سبحانه وتعالى حدد لنا وحدة الخلق. جميل. أن المرأة والرجل مخلوقان من مادة واحدة. جميل. ثم بعد ذلك خلقت البقية كلها من ذكر وأنثى. إذن هذا الأصل الأساس في التكريم، ثم عملية الاستخلاف في الأرض مناطة بنفس الطرفين، ناطة الطرفين. العنوان الثاني هو عنوان العدالة، والعدالة تبدأ بالعدالة في هذه الحياة، عدالة كاملة بين الجنسين، سواء في التوزيع
أو سواء في القضاء. فالمرأة لها مثلا في العدالة التوزيعية كامل الحقوق المالية وكامل الحقوق الاجتماعية وكامل الحقوق الدينية، بحيث هي عندها من التشريعات الدينية ما تكفل لها بأنها لا تظلم. وننتقل بهذه العدالة إلى الآخرة، ليست في الدنيا فقط، في الآخرة أيضا. النظام هناك مبني على فكرة واضحة جدا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. طيب، إذا تكريم زائد عدالة، وهذه حقيقة طويلة. موضوع العدالة في التشريعات، العدالة في المواريث، العدالة في الزواج، ألا تكره على ما تكره من اللنا، قضايا الطلاق، قضايا الخلع، تفاصيل كثيرة جدا. أهم ما فيها أي أن تحمى المرأة من أي شكل من أشكال الطغيان، طغيان الرجل أو حتى طغيان الأسرة أو حتى طغيان القبيلة أو طغيان الدولة. يعني هذه المنظومة سبحان الله لا تمس، يعني المنظومة التشريعية التي تكلمنا عنها لا يستطيع أن يتدخل فيها أب. يعني مثلا موضوع المهر، مهر المرأة مثلا، هذا حق من حقوقها، الإسلام يقول لك هذا حق من حقوقها، لا يمسه الأب ولا يمسه الزوج ولا تتدخل فيه السلطة. يا سلام. فهي محمية في هذا الإطار. يا سلام. أرادت وآتوا النساء صدقاتهن أيوة نحلة. النقطة الثانية: لا يستطيع الأب ولا الأسرة ولا القبيلة مثلا شرعا، هنا أتكلم شرعا، أن تجبر الفتاة على ما تكره من الزواج. جميل. فهي تتزوج برضاها. نعم. الأب فقط يوفر لها الحماية ويوفر لها الاستقبال ويوفر لها التكريم في أن من يأتي يطلبها فعلا من أسرة ولا يطلبها من شارع، ثم يبقى هو في نهاية المطاف وهو يعطيها كأنما تنتقل الولاية والعصبة من ولاية الأب إلى ولاية الزوج، وهكذا تكون أيضا محمية مع أبيها ثم تحمى بعد ذلك مع مع زوجها. الفكرة الثالثة في التشريعات الإسلامية تقوم على فكرة التكامل، اللي نفينا من خلالها فكرة التصارع. اللي فكرة التكامل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن إنما النساء شقائق الرجال. ففكرة التكامل تقوم على أن الخصائص المتعلقة بالمرأة في خلقتها تبنى عليها مهام وظيفية في حياتها. جميل. كما أن الرجل في خلقته مهيأ لأشياء معينة يقوم بنا، وبالتالي ستلاحظ بأن الرجل له الشارع وله الخدمة وله التعب وله جلب المال وله الحماية وله الجهاد وله الكفاح. المرأة لها البنية البنية كما نقول: إذا كان هنالك بنية خشنة يتولاها الرجل، فإن هنالك بنية ناعمة تتولاها المرأة، وهو القيام على بيتها، القيام على تحصين زوجها، القيام على حفظ أبنائها. وبالتالي المقولة التي تقول بأن المرأة نصف المجتمع كملت بمقولة أخرى: وتصنع النصف الآخر. يا سلام. عمليا هي نصف المجتمع. يا سلام. ولكن من الرجال لم يمر عن طريق المرأة. يا سلام. لاحظت؟ فالمرأة تصنع والمرأة تؤثر والمرأة تبني. ونخطئ أعد جدا العبارة: المرأة تصنع المرأة هي نصف المجتمع وتصنع النصف الآخر. رائع. تصنع النصف. وبالتالي المرأة عمليا نختزلها جدا عندما نحاول أن للأسف الشديد نشغل أنفسنا بمتاهات تحت حجة التصارع بين الرجل والمرأة، ونعتبر من تجلس في بيتها لتربية أطفالها ومتابعتهم في المدارس واستقبالهم واستقبال زوجها وتهيئة المناخ لقراءتهم وتهيئة المناخ داخل البيت لأن يكون بيتا صالحا لبناء أسرة. لو نتصور هذه ليست عاملة، هذه إشكالية. يعني أن نتصور هذه المرأة ليست عاملة، يقول لك والله عاملة وليست ليست عاملة. هذه أكبر امرأة عاملة هي التي تشارك في بناء بيتها وبناء أسرتها. فهي عندنا فلسفة التكريم، ولذلك جعل الله لها أن تدخل الجنة. نعم. من أبوابها الثمانية أيها شاءت. نعم، أحسنت. هي فقط إذا صلت خمسها وصامت شهرها. نعم. وأطاعت زوجها. نعم. وحفظت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. سبحان الله. وهذه الأربعة يعني هي جهاد في سبيل الله. ما في كلام، هي جهاد. ولذلك سبحان الله هذه القواعد الثلاث: قاعدة التكريم وقاعدة العدالة وقاعدة التكامل، تعطيك الصورة الكلية لمنطق المرأة. وبالتالي قبل 1400 سنة، بس هذه الفلسفة يا شيخ لا أدري هل ممكن يعني شعبنا يدرك ما تطرحه من بهذه اللغة وهذا التعبير، أم لو سهلنا الموضوع نعم. بحيث أن يفهم الشعب. يعني أنت قاعد تقول مسألة التكريم قد لا يعي
الشعب الإريتري، ولا تعي المرأة العجوز والمرأة حتى المتعلمة، ما معنى التكريم؟ ما تعرف عمق هذا الموضوع. العدالة، سنتحدث عن النظام ما فعله، هل أعطاها حقها ولا لا؟ الأخيرة ما هي؟ قلنا العدالة، قلنا التكريم والعدالة والتكامل. التكامل مع الرجل. هذه سياق حقيقة يعني قوية على الشعب. أيوة. حدثنا باختصار في دقيقة واحدة ما هو حق المرأة. نعم. ولكن بأسلوب يعني أحسنت. طبعا هنا لما نتكلم عن قضية التكريم ونتكلم يعني من حقوقها أولا ألا تهان وألا تذل. جميل. وألا تستضعف. جميل. وألا ينظر إليها بأنها لا شيء. جميل. هذه كلها قضايا لها علاقة بالتكريم. جميل. هي في النهاية كائن كرمه الله. واحد. يجب ألا تهينه ولا تذله ولا تطعن في عرضه ولا هذه، وبالتالي جاءت فكرة حماية الأعراض حتى كرامة لها. نعم. هذه فيما يتعلق بالتكريم. فمن قتل دون عرضه فهو شهيد من هذا من هذه الناحية. يا سلام. هذه واحدة. النقطة الثانية، نحن مثلا في إطار التكريم لا نعاني مشكلة في إنه والله المرأة كائن إنساني أم كائن شيطاني، لا، الله حسمها. نعم. إنكم كلكم من شيء واحد، إذا شياطين فأنتم شياطين مع بعض، وإذا ملائكة أنتم والمرأة هي إنسان. جميل. فيما يتعلق بالعدالة، في كل ما يتعلق بحقوقها المالية يجب أن لا يتم التعرض لها. عندها حقوق مالية مستقلة عشان برضو تبقى الصورة واضحة. جميل. فهي ترث مثلا مع الوارثين، وتعمل مع العاملين إذا عندها مال وتريد تستثمره سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. لكن هنا في بعض القواعد الشرعية فيما يتعلق بأن يكون الزوج في الصورة فيما يتعلق بالأموال بالذات. النقطة الثالثة، لا يتم الاعتداء على هذا المال بأي شكل من الأشكال، فهذا حق مالي. لكن الحقوق الاجتماعية، هنالك حقوق اجتماعية، مثلا حقوقها الاجتماعية فيما يتعلق بالدخول إلى الزواج ذكرناه، لكن بعد ذلك داخل البيت الحقوق مشتركة. جميل. مثلا في حق المعاشرة الزوجية بالمعروف، كلاهما يتعاشران بالمعروف. جميل. لها حق في الفراش كما للزوج حق في الفراش. جميل. لها حق في الملبس، لها حق في المأكل، لها حق في الطعام، لها حق في احتياجاتها. جميل. التي هذه من الحقوق إذا ضاق بها الوضع عندها حق أن تقول والله أنا لا أستطيع أن أستمر بهذه الطريقة في الحياة، فتطالب بالخلع. هذا حق من حقوقها أيضا. يمكن إذا خلاص سئمت لا يستطيع أحد. أنت لست مرتاحة مع هذا الرجل، أيوة عندك باب. نعم. الرجل ليس مرتاح، عنده باب. فعندنا باب الطلاق وباب الخلوع لفكر. وهذا كله يدخل في العدالة. أحسن. يدخل ما حد يجبرها أن تعيش مع بعد كده هذا. تفاصيل هائلة في العدالة من اللحظة التي يحصل فيها الخلع أو الفراق. أيضا رتبت الشريعة حقوقها المالية وحقوق السكن والترتيبات إلى أن ترتب حالها. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول والله لا تخرجوهن من بيوتهن مثلا مدة معينة، يجب المرأة ترتب موضوع الحضانة. سبحان الله، كل القضايا اللي فيها كلفة مالية لم يحملها المرأة. لم يحمل المرأة. كلها واقع على الرجل. حتى وهي مطلقة وهي خلاص يعني تريد أن تنتقل، تريد أن تتزوج شخص آخر، من حقها أن تقول خذ أطفالك ومع السلامة. يجيب هو بعد كده أو لا أرادت أن تستمر مع أطفالها، يتم التفاهم حول أن يقوم الرجل بحقوق المالية لها ولأولادها. نعم. فلاحظ كل هذا يدخل معنا في منظومة منظومة الحقوق، منظومة العدالة، منظومة التكافل التي إذن الإسلام أعطى المرأة حقها. نعم. ولا أعتقد هناك دين أو جهة نعم أو نظام أعطى للمرأة حقها كما الإسلام. نعم. لا يوجد أبدا. نعم. طيب الآن نأتي إلى النظام الذي يحتفل بيوم المرأة. النظام هل هو بالفعل قائم على إعطائها حقها؟ تمام. قبل أن ندخل في هذه الأسئلة أو لنؤخر السؤال الأخير، دعنا نقول أنت ذكرت بعض الأمور مهمة جدا. المرأة في إريتريا تفضلت وقلت أنها يعني تعاني من مشاكل، من أهمها سجن ولي أمرها، إما الزوج أو الأب. ونحن قبل أسبوعين كنا نتكلم عن يوم المعتقل الذين سميناه يوم الاختطاف. نعم. هذا النظام هل راعى هذا الموقف؟ لماذا اعتقل بغير محاكمة؟ طيب
اعتقل وسجنت، هل قمت بواجب رعاية هذه الأسر؟ أنت اختطفت ولي أمر هذه المرأة ذات زوج وأبناء وأسرة متكاملة، ماذا فعلت لهم؟ عاقبتهم. عمليا عاقبتهم. نعم. أنت عاقبت. علق لنا عن هذا الموضوع، موضوع سجن السجين، سواء كان عالما أو فكريا أو نصرانيا أو مسلما. السجين لما تسجنه الدولة نعم ولا تحاكمه ولا تذكر أين هو، بل وتنكر أنها لم تأخذه، والسلطات هي التي اختطفته. نعم. تمام. هل هو أعطى حق المرأة هنا؟ تعالي. هو بلا شك ما يجري للأسف الشديد لا علاقة له لا بالشريعة ولا بالقانون، لأن حتى القوانين الوضعية اليوم تقريبا وصلت إلى مستويات متقدمة جدا في محاولة تنظيم هذه الأحوال. فالشخص عندما يتم اعتقاله، إذا في سلطة حقيقية تعتقل، يتم التعريف بأنه لما يتم اعتقاله، يحدد المكان الذي يتواجد فيها، يتم بعد ذلك تعامل من خلال محامي، يتم بعد ذلك تقديمه إلى محكمة، يتم بعد ذلك وضعه في سجن إذا افترضنا أنه والله مع رعاية أسرته، مع رعاية أسرته والاهتمام بها. نعم. يعني حتى لا تضيع أيضا هذه. نعم. لكن الذي يحصل الآن للأسف الشديد، أول ما تتم المحاكمات هذه باعتبارات جنائية، يعني الشخص مرتكب جريمة جنائية أصلا، مع أن الشريعة سبحان الله في كل أطوارها تقلل من دائرة السجن لأنها لها علاقة بالمساس بالحرية. نعم. الشريعة نظامها مختلف في العقوبات مثلا، والله قد تقتلك وقد تقطع يدك، ولكن لا تميل إلى سجنك. الشريعة في الأصل أنه المجتمعات الإسلامية لا تميل إلى السجون، بل حتى تميل إلى فكرة النفي أحيانا في منطقة معينة، لكن ما تخطك في قفص بحيث أنت تعيش يعني سجن لفترات. الفترة بتاعت السجون في الشريعة الإسلامية هي فترات محدودة اللي هي ما تسمى بفترة الاتهام. بعدها لابد أن تحدد إنه إيش وضعك، هل أخذت مال يحدد، هل اغتصبت، هل هذه الفكرة. فخلينا الآن نمشي مع خط السجون. هذا فكرة السجون الذي يجري الآن للأسف الشديد هو تدمير للأسرة أكثر من تعذيب السجين. يعني السجين هذا خلاص أنت أضعته إلى منطق الموت وهو حي. الموت وهو حي. لما شخص يتم اعتقاله يا شيخ برهان 30 سنة أو 33 سنة، المؤبد الآن في كثير من البلدان حدد بين 20 سنة 25 سنة مثلا، 25 سنة قاصر. يعني أنت لما تتجاوز بالشخص هذا التأبيد وفي نفس الوقت دمرت معه أسرته، بحيث هذه الأسرة تعيش الآلام طيلة هذه الفترة. نعم. وتعيش الأوجاع طيلة هذه الفترة. نعم. ولا تعرف إيش وضعها، ولا تقدر تقسم الميراث، ولا تستطيع المرأة أن تقول زوجي مات فتتزوج، ولا يعني حالة. فأنت هذه المرأة عمليا ما أعطيتها حقها، عمليا دمرتها كما دمرت زوجها، دمرت أطفالها. فأين حق المرأة الآن؟ هنا تأتي قصة السؤال عن أين حق المرأة. أين عندما حق نتكلم المرأة؟ عن يوم المرأة، أيه. أنت هل تسأل نفسك هذا السؤال؟ نعم. وحتى الأخوات التي يقومن بما يتعلق بمثلا منظمة المرأة الإريترية مثلا، هل قمنا بالسؤال عن أختكن التي زوجها مسجون أو ابنها مسجون؟ ما دوركن فيها؟ هي يفترض يعني للأسف الشديد تجد هذه المنظمات مهمتها الأساسية هي محاولة كسر الأحكام التي لها علاقة الشرعية. نعم. الأحكام الشرعية أكثر مما لها علاقة، والدعوة إلى يعني أنها تتمرد بس على زوجها وعلى ولي أمرها. أيوه. لكن ما في هذا النوع من اللي هو الفلسفة العميقة في البحث في قوس الحريات وفي الحقوق الحقيقية لهذه المرأة. طيب إذا النظام ظالم في هذه النقطة. نعم. ظلم المعتقل والمختطف، وظلم أيضا الأسرة والأبناء، ظلمهم جميعا. نعم. وكل الذين سجن يعني آباءهم أولياؤهم مسيحي أو مسلم، فهو يطالب بحقه من هذا النظام. نعم. الظالم. نعم. النقطة الثانية الخدمة الوطنية يا شيخ حسن. نعم. المرأة الإريترية مسلمة أو مسيحية حملت السلاح وقاتلت مع الجنود جنبا إلى جنب. نعم. ل30 سنة، ومع جميع الأحزاب السياسية، عثمان صالح ساب، جبهة التحرير، قوة التحرير، كلها قاتلت، وحصلت
وحصلت على الاستقلال إريتريا، أما آن لهذه المرأة الإريترية أن تستريح؟ أما آن لهذه المرأة والفتاة الإريترية أن تستريح؟ حصل الحمد لله الاستقلال. عندك الآن جيوش من الشباب، لماذا تجبر الفتاة على التجنيد؟ أين حق المرأة هنا أيضا؟ حدثنا عن هذه النقطة. هو الخطأ هو خطأ النظرة والتصور ابتداء إلى فكرة المساواة. لما تتصور بأنه والله المساواة إلى هذا المدى وإلى هذا البعد، وكأنه والله ما يجب على الرجل يجب على المرأة، ستقع في هذه الإشكالات. نحن قلنا بأن الإسلام فرق. هل يخفى عليهم ذلك يا شيخ حسن؟ أنا أعتقد أن هناك بعد آخر. لا، على كل هم يعني ما أعرف هي خفاء ولا هي تعمد، هو محاولة تدمير المجتمع، إحداث هذه الإشكالات نفسها اللي قاعد نتكلم عنها. يعني فكرة الإفساد نفسها الممنهج وتدمير فكرة الحياء والحشمة، لأنه ما مجتمعنا يا شيخ برهان بشقيه المسيحي والمسلم الحشمة والعفاف الأصل فيه. نعم. يعني تقريبا القرى كلها، صحيح. القرى والمدن كذلك، صحيح، حريص على أن بنتها لا تتحول نعم. إلى إيه؟ نعم. إلى رأينا من المسيحيات ما فيهن العفة، نعم، والعفاف والاحترام. نعم. وهذا هو حتى يذهب إلى أن يكسر هذه القضايا، يذهب بها يخرجها. يعني مثلا هل كان في إشكال حتى فكرة أن إذا أردت أن تدربها التدريبات الخفيفة وتجعل، أما يمكن كل هذه القضايا أن تتم داخل المنطقة نفسها ومن خلال النساء؟ لو أصلا أنت بتراعي قضايا المجتمع وتركيب المجتمع، ليش تخرجها من بيتها؟ ليش تخرجها عن أهلها وتذهب بها إلى والشباب، وتظل الفتاة هذه مسكينة في هذه المناطق؟ يعني هذا الإشكال كسر كامل لكل ما يمكن أن نعتبره أحكام شرعية وأعراف مجتمعية وغير ذلك. معسكر ساوى قرأنا عنه وسمعنا عنه كثيرا. تذهب الفتاة، فإذا كانت جميلة غالبا ما يختطفها الضباط، نعم، وتقع فريسة بين أيديهم. نعم. وإذا كانت غير جميلة فتقع فريسة بين زملائها من الجنود. نعم. وقليلا من تنجو، قليلا من تنجو. هل الآن النظام خدم المرأة فعلا؟ هل النظام خدم المرأة وخدم الفتاة، خدم هذا الجنس الأنثوي، أم دمره؟ هو دمرها في محطتين شيخ برهان. المحطة الأولى هنالك بعض الفتيات، وخلينا نقول ما عندنا إحصاء لكن نسبة كبيرة جدا أصلا خلاص مجرد ما تصل الصف 11 نتيجة المجتمع المحافظ والمتدين تقول لك أنا ما ماشية، تقطع الدراسة. نعم. هذا أنت صحيح عمليا أنت الآن كثير، ولو قمنا بالإحصائيات سنجد كثير، بل سنجد كثير من العوائل من تخبئ بناتها وتعمل عقودات معينة ويظل النظام يبحث أين ابنتكم فلان. بل يضطرون، بل أنهم يعني يستمرون في الإجرام بسجن أبيها أو أمها. صحيح. أو أبي وأمي مسجونان، أنا لازم أسلم نفسي. نعم. هل هذا النظام راعى حق المرأة؟ دمرها وهدم كرامتها وهدم إنسانيتها. بالعكس، يعني نحن يا شيخ برهان حقيقة في النظام السياسي الإريتري أن نتكلم عن كرامة أو أن نتكلم عن حرية أو أن نتكلم عن حقوق، هذا شيء يعني خارج السياق تماما. ما في، يعني هذه المنظومة تماما دمرت هذه الأحوال، بحيث والله اليوم المرأة تعاني معاناة هائلة جدا في كل مستوياتها. تعاني وهي شابة، وتعاني وهي زوجة، وتعاني وهي بعد الزواج، وهكذا. يعني هي معاناة في كل المستويات. وبالتالي هذه الفتاة التي أنت حرمتها التعليم، هل أعطيت حقها كامرأة؟ هي تريد تستمر، تريد تواصل، تريد تدرس، لكن أنت وضعت لها عقبة، واحد من اثنين: إما والله تدخلي بهذا الباب، وإما أنك خلاص. فأنت من جانب قطعت عليها عملية التعليم، الجانب الثاني التي تدخل وضعتها في بيئة ليست صالحة، في بيئة متوحشة، بيئة متوحشة كما تفضلت. كثير من الذين مثلا يعني في ظل غياب أصلا المنظومة القضائية المتكاملة، منظومة الحقوق المتكاملة، ووضعية الدستور المتكامل، الإعلام الحر، كثير من الذي يحدث في هذه المعسكرات لا يصل إليه، لا يصل. وبالتالي أنت تتكلم عن أشياء بسيطة تصل من خلال بعض الأخبار التي لكن اللائي يسترن أنفسهن وما وقع عليهن هؤلاء عددهم قد لا يكون قليلا، سواء والله من خلال الضباط الفاسدين أو من خلال أيضا البيئة التي ليست هي
بيئة جيدة داخل المعسكر نفسه. ثم أيضا بعد ذلك تتحول هذه الفتاة أيضا إلى خلاص أنت حولتها إلى نفس منظومة إيه؟ كما أن الشباب يتعرضون للسخرة في أنه ما في خدمة وطنية محددة، هي نفسها تتحول إلى سخرة، هي نفسها تعاني وتتحول إلى إيه؟ إلى الجيش وتذهب إلى نفس هذه المذاهب، وبالتالي أيضا عطلت وظائفها الأخرى. يفترض الفتاة مثلا مجرد أن تدخل في 22 أن تنال حظها من التعليم، إذا أكملت تعليمها تنال حظها من الزواج. لما أنت والله تعطلها إلى 25 إلى 27 وقد تدخل إلى 30 وبعد فترة تلقى فات عليها إيه؟ فات عليها أيضا يا شيخ حسن، لا أريد أن ننتقل من هذه النقطة قبل أن نعلق على قضية الزواج الإجباري، بمعنى أن المرأة تجبر نفسها للزواج الصوري حتى تهرب من ساوى، فتبحث عن رجل يتزوجها زواج سوري، وهذا موجود والنظام يعرفه أيضا، لا يخفى عليهم هذا الموضوع. فيقع بين هذا الزوج وهذه المرأة خلاف بأنه العقد صحيح وإلى آخره. سؤال: من الذي أجبر المرأة للمسير في هذا الاتجاه حتى وقعت فيه في هذا المستنقع؟ ما هنا برضو في حتة لا ننساها شيخ برهان أو نشير إليها. هذه التي عطلتها من التعليم ورفضت أن تذهب إلى ساوى هي واحد من اثنين: إما أن تحتال بهذه الصورة، وإما أن تهرب من البلد. يا سلام، أنا كنت جاي على الهروب. أيوه، هي مسكينة هذه ماذا تفعل؟ نعم. إما هذه الوسيلة ومخاطرها أيضا كبيرة. نعم. يعني كما ذكرت بعض الناس مثلا يقول ما أطلق، خلاص ثبت العقد. نعم، ما أطلق وكذا، وهو ليس بكفء، أو تحصل ابتزاز. وهنا أيضا هؤلاء الذين يقولون لا يطلقون، نقول لهم ماذا تقول لهم يا شيخ حسن؟ نعم. هل هم هؤلاء أصحاب شرف؟ هل هؤلاء أصحاب ذمة؟ هل يعرفون حق المرأة؟ كيف تتزوج وأنت عارف أن هذا الزواج زواج صوري، سواء كان وقع شرعا أو لم يقع شرعا، وأنت أعطيتهم كلمة ثم تقول هذه زوجتي وهي لا ترغب بك؟ ما هي رسالتكم لهؤلاء أيضا؟ وهؤلاء أنا أقول أنهم من المجرمين. صحيح، هؤلاء مساهمين بطبيعة الحال في اضطهاد المرأة وانتهاك حقوقها وانتهاك كرامتها. يعني هذا المدخل، على افتراض أنه نحن مثلا أردنا أن نقول والله يمكن للمرأة أن تخرج من، أو حيلة من الحيل التي تخرج بها من أن تقع في هذه المشكلات، فتقوم مثلا بهذا النوع من العقود. يجب هؤلاء أن يتذكروا بأن والله المدخل مدخل مروءة ومدخل كرامة ومدخل إحسان، وليس مدخل ظلم. اي نعم صحيح، هذا الأصل. فأنت تقلب عليهم وهم لا يرغبون فيك. أيوة. وتجبرها على الزواج منك. نعم. هذه خيانة يا شيخ حسن. نعم. ولا ايش رايك؟ خيانة وعدم مروءة، يعني لا تشبه تقاليد المجتمع، لا كل المجتمع مع الأسف لا تشبهنا. يعني ألا يكفي ظلم النظام كما تجي أنت تظلم أيضا. طيب نعم. النقطة التي هي أهم من هذا كله وأنت ذكرتها، إما أنها تحتال بالزواج أو تهرب من البلد. إذا هربت المرأة الإريترية من البلد تتعرض للاغتصاب، تتعرض للموت، تتعرض لأمور كثيرة أرجو أنك تفصل فيها. رأينا بعض النساء من غيرت دينها والعياذ بالله، وبعض الفتيات تزوجن بالنصارى والمسيحيين وأنجبت منه الولد والولدين والثلاثة، وهذا في الخارج ليس في الداخل. من يتحمل هذا؟ وأيضا يعني أنا وأنت ذهبنا ودفنا شابا إريتريا مسلما غرق وهو يهرب من تركيا إلى اليونان. من يتحمل هذه المظالم يا شيخ حسن؟ هو بطبيعة الحال هذه كلها من ضمن القضايا التي يجب أن يلتفت إليها من يتكلمون ويحتفلون بيوم المرأة. هذه نفسها، يعني أنت كيف ترقص وكيف تحتفل؟ أيوة، أنا كنت أبغى أسأل بعد هذا الهم كله لماذا الشعب الإريتري يرقص؟ على ماذا ترقص وعلى ماذا تغني؟ ما الذي أنت استفدته من هذا النظام حتى تغني وترقص وتقول وأختك انتهك عرضها أو ماتت أو غيرت دينها؟ هو طبعا شيخ برهان المعاناة تبدأ من اللحظة التي تقرر فيها الفتاة الهروب. غالبا الذين يهربون تجدهم الضباط الفاسدين غالبا. نعم. ويأخذون عليها أموال، فإذا وصلت إلى الحدود رموها في الحدود غالبا تقع في العصابات
ما في الحدود. ورأينا يعني عشنا حاجات كثيرة جدا، وعشنا مجموعة من الحوادث، وهو أن الذين على الحدود يختطفون ثم يطالبون بالفدية، ثم تجد نفسها يعني على الأقل بعض الفتيات قد تجد أهل وأقرباء وكذا يؤونها، ولكن بعضهن لا يجد، فتقع في إشكالات ماذا تفعل. وهنا تأتي في قصة إن والله تشتغل أحيانا أعمال لا تليق بها، وأحيانا تقع في إشكالات حماية مع في ظل الآخرين، وأحيانا تضطر إلى أنه والله أيضا تهرب من بلد إلى بلد آخر، وهذه معاناة أخرى. يعني مثلا أنت لتصل إلى أوروبا لابد أن تمر بالحدود السودانية إلى ليبيا أو إلى مصر، كل ذلك مخاطر. والمرأة كالشاب تماما الفتاة تتعرض نفس الإشكال. يعني الذين يحبسون في ليبيا فتيات وفتيان، الذين يغرقون في البحار فتيات وفتيان، يعني الموت لا يميز بينهم. يعني إذا حدثت طبعا الإشكالات أنت تعرف، حتى الأخ الذي غرق كان هنالك مثلا فتاة صومالية أيضا غرقت معه. فالشاهد هنا أنه هذه الانتهاكات كلها أو هذه المصاعب منبعها الأساس أنك أنت ضيقت عليها في بلدها، لم تستطع أن تعيش بكرامة، ولم تستطع أن تعيش بعدالة، ولم تستطع أن تعيش حالة إنسانية على الأقل والله. ثم بعد ذلك كما تفضلت كل المخاطر هي في سبيل أن تؤمن نفسها، بعد كده حتبحث عن كل شيء، من ضمنها الزواج غير الشرعي. صحيح. يعني هي ستضطر انه والله قد تجد واحد مثلا من المسيحيين اريتريا او غير اريتريا يقول لها والله انا اسحبك مثلا الى اوروبا تزوجيني، فتجد نفسها هنا خلاص. هذه كلها على كل مخاطر يقع فيها للاسف الشديد من يهرب من الداخل، ويصنف انه هو في النهايه المرأة، والصورة التي نراها أحيانا خادعة جدا في الاحتفالات، وخادعة جدا كما تفضلت الذين يرقصون، وهم يرقصون حقيقة على آلام وعلى انتهاكات وعلى مشاكل وعلى إشكالات كبيرة جدا. قد يحاولوا أن يعوضوا بهذا النوع من الرقص عما يعانون في داخل نفوسهم، ولكن المسألة لا ترقى إلى هذا. هل نكتفي بهذا الكلام يا شيخ حسن؟ هؤلاء حينما يرقصون هم يصفقون لهذا النظام. نعم. ويقولون له أنت على حق، وأنت أعطيت المرأة حقها. نعم. فهو ليس مجرد رقص فقط، بل هو شهادة زور على أن هذا النظام على حق وعلى أنه على خير. نعم. وهو على العكس تماما. أنا أجزم أن هؤلاء الذين يرقصون ما من بيت منهم إلا وقد يعني في إشكالات. أنه وجد يعني بلاء من هذا النظام. نعم. ليس الجميع مرتاح أبدا. وهنا طبعا ستأتينا قضية شيخ برهان نشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه. بعض الناس قلبه يظنونها موقف سلبي فقط، لا، يعني أنت من ضمن التغيير بالقلب ألا تحضر الاحتفال. نعم. أقل شيء. لماذا تحضر هذا الاحتفال؟ لا تحضرها، لا تشارك فيها، لا تكثر سوادها. نعم. لأنك وأنت تشارك لا يمكن أن تقول والله أنا ممكن. لا، وتنشر أيضا يعني تفاصيل هذا الاحتفال على الميديا. وكأنه ما شاء الله يعني الدولة حققت للناس ما لم يتوقعوا. يعني. الله المستعان. إذا المرأة الإريترية في الحقيقة مظلومة وتعاني. ربما يقول قائل: كم نسبة هؤلاء الذين يعانون؟ ماذا نجيب؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود بني قينقاع لأنهم كشفوا عورة امرأة مسلمة واحدة فقط، طردهم من المدينة المنورة. والمعتصم يا يوم وقعت عمورية انطلقت، لما قالت ومعتصمة هي امرأة واحدة فقط، فيجيش لها الجيوش. فلعلك تذكرني بحديث ويسعى بذمتهم أدناهم. المسلمون تتكافأ دماؤهم. نعم. ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم. فأدنى مسلم ولو كانت امرأة. انتهاك هو. اي نعم، انتهاك صدر من واحد، صدر تجاه واحد، صدر تجاه 10. يعني ما نتعامل مع المسألة بأكثرية وأقلية. مع إن نحن اليوم نستطيع أن نتكلم بأن المساحة واسعة جدا، ليست مساحة بسيطة. يعني الذين ينتهكون في العسكرية، والذين ينتهكون في السجون، والذين ينتهكون في المعاملات العامة، هذه كلها داخلة معنا بطبيعة الحال. طيب، النظام وضح شره، وضح يعني بلاؤه. يعني نحتاج منك شيخ حسن في 30 ثانية توجه المجتمع الإريتري الذي يرقص على مثل هذه الأمور، ما هي توجيهكم له؟ هو المجتمع لا بد من أنه يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الالتزام بدينه.
يعني للأسف الشديد كثير مما نحن فيه هو غياب للدين الصحيح الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام بأن نعيشه واقعا. النقطة الثانية أيضا لا بد ونحن نتكلم أيضا عن مظالم النظام أن لا تشغلنا هذه أيضا عن مظالم المجتمع. وهنالك ربما إذا ربنا يسر لنا حلقات أخرى المجتمع نفسه عنده إشكالات، يمكن جزء منها يتعلق بالمواريث، جزء منها يتعلق بإكراه الفتيات على ما لا يريدون، يعني في حاجات برضو لها علاقة من بالمجتمع وعدم تمكين المرأة من حقوقها الشرعية. وأنت تنقض النظام لابد أن تنقض المجتمع الذي يخطئ أخطاء. النقطة الثالثة علينا أيضا أن لا نساهم، أو خلينا نقول قبل المساهمة علينا أن لا نتساهل في المطالبة بحقوقنا. يعني نحن الآن خلينا نعزل كذا الفكرة السياسية وركز على الفكرة الحقوقية. على المجتمع يطالب بحقوقه. صحيح. يعني الجندي الذي يمنع عن الصلاة يجب أن يطالب بحقه في الصلاة. صحيح. المرأة التي تكره في أنه والله تذهب إلى ساوة يجب أن تقول والله لا. هذه المسائل لها علاقة عموما بقيمها، بدينها، بعقيدتها، ويجب أن تقولها بملء الفم إن أنا لا أذهب إلى وضع ليس آمنا مثلا، ومن حقها أن تكون آمنة. المجتمع عليه أيضا كذلك أن يتضافر ويتعاون في إزالة منكر بعينه، مثل الصمت مثلا عن السجناء. هذا الصمت الهائل الذي نراه سنوات طويلة جدا. وفي أخوات أيضا معتقلات، لا ننسى المسألة ليست فقط رجال، يعني في نساء أيضا حاصل فيه معتقل. كل هذه القضايا أنا في تقديري تحتاج إلى أن المجتمع يجب أن يتنبه إلى أن الحقوق لا بد من انتزاعها، ولا بد من السعي لها، ولا بد من تقريرها، ولا بد من العمل عليها. وهذا يتطلب التضافر والتكاتف والسعي. في حالة السكوت ما الذي يحدث شيخ حسن؟ هو طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن من يسكت عن الظالم ولا يحمله على الحق ولا يأطرنه على الحق أطرا يحدث سبحان الله كما جاء في حديث 5 إذا ابتليتم بهن. أحيانا تحصل الفتنة الداخلية، أحيانا تحصل الاحتراب الداخلي وتآكل المجتمع وانتقال البأس إلى الداخل والتسلط، تسلط السلطان وجوره. هذه كلها تحصل نتيجة صمت الناس عن المنكرات التي أمامهم وعن المظالم التي أمامهم. وفي النهاية طبعا كما قال ابن خلدون قاعدته المعروفة: الظلم مؤذن بخراب العمران. هذه قاعدة في علم الاجتماع. متى ما رأيت تكدس المظالم ورأيت مقابلها صمت المجتمع، تأكد أن هذا المجتمع ستقبل عليه حالة من الانهيار أيا كان شكله، انهيار اجتماعي. يعني ستنزل عليه عقوبة إلهية. نعم. عياذا بالله. نعم. لأنه لم يكن هناك من ينكر ولم يكن هناك إصلاح من النظام. نعم. الله المستعان. مشاهدي الأكارم، لا أدري ما أقول، والله مش عارف ماذا أعلق على هذا الكلام الذي سمعناه، ولكن أقول على كل حال الإسلام أعطى للمرأة حقها، ولكنه غير موجود في إريتريا. السلام عليكم. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب